أكرم، أنا مش عارف أقولك إيه، بس مراتك حامل في الشهر التالت وإنتم لسه متجوزين بس من شهر. أنا عارف الموضوع صعب وأنا أبقى ابن عمها، لكن مش هقدر أخبي عنك حاجة زي كده. بصيت ناحية الدكتور توفيق ابن عم مراتي بصدمة وتوتر، وأنا مش عارف أقوله إيه بعد اللي اكتشفه، لكني ما كانش قدامي حل غير إن أقوله الحقيقة بدل ما هو بيبصلي بنظرة مش ولا بد. أنا وغصون مراتي كنا بنحب بعض جدا من وقت ما تعرفنا على بعض أيام الجامعة. كنت بحس إنها شبهي قوي وتهون عليا كتير في حياتي، لأن بعد وفاة أمي كنت محتاج الاهتمام والحنان ده، ولقيته بصراحة معاها. كان بتهون عليا لو تعبان أو زعلان أو مخنوق من أي حاجة، وبناء على ده علاقتنا اتطورت جدا، وكنا بنخرج ونتقابل كتير برا الجامعة. وهنا اعترفت لها بحبي، وفرحت لما هي كمان عرفتني إنها كانت معجبة بيا من زمان، وما صدقت إن أنا أقرب وأكلمها وأبدلها نفس الشعور. كانت صريحة معايا جدا في مشاعرها، وما كانتش بتخبي عني أي حاجة حساها ناحيتي. كانت عندها ثقة كبيرة أوي فيا وبتحبيني أوي، ومنكرش أنا كمان حبيتها بجد. ارتبطنا ببعض، لكن طبعا الارتباط ده كان من ورا أهلنا، لأن وقتها كنا لسه في أولى جامعة، وكان صعب أروح لأهلها وأطلبها وأنا لسه مشتغلتش ولا كونت نفسي. لكن اتفقنا بعد الجامعة أكيد هروح أطلبها. عشان كده علاقتنا كانت بتختصر على مقابلاتنا برا ومكالماتنا اللي بتفضل بالساعات، وبقينا نعرف عن بعض كل حاجة حتى لو كانت حاجة بسيطة. أصلا ما كانش يومنا بيمشي إلا لما نتكلم أو نتقابل. ومرت سنين على الحال ده، وحسينا كأننا عايشين مع بعض، وعلاقتنا اتطورت أكتر وأكتر مع الأسف. بمعنى ما بقاش في حدود ما بينا، بقت تسمح لي أمسك إيديها أحضنها لو في مكان ما فيهوش ناس كتير واخدة بالها مننا، غير مكالمتنا اللي بقت طول الوقت لازم نفتح الكاميرا ونشوف بعض. وأوقات وصون كانت بتكون لابسة لبس ملفت، مش عارف فعلا ما كانتش بتاخد بالها زي ما كانت بتقولي في نفس المكالمة ولا لأ. يا خبر أبيض، ده أنا نسيت ألبس سروب فوق هدومي، معقول كل ده بكلمك بالشكل ده وأنا مش واخدة بالي؟ لحظة واحدة خليك معايا يا أكرم. رديت وقلت لها وقتها: هو أنا يعني غريبة عنك يا غصون؟ خليكي كده وخلاص يا حبيبتي، ما هو أنا بكلمك في بيتك وشيء طبيعي هتكوني لابسة كده، وأنا مسيري أشوفك أكتر من كده بعد الجواز. ردت عليا وقالت لي بخجل: بس بس ما ينفعش برضو يا أكرم، إحنا مش متجوزين لسه. أنا مش عارفة إزاي نسيت أصلا. حاولت أقنعها إن عادي وأنا مش حد غريب وخلاص، كلها سنتين بالكتير ونتجوز رسمي، وهي كانت بتثق فيا ثقة عمياء. عشان كده المواضيع دي اتكررت كتير جدا، وبقت تاخد راحتها معايا في اللبس والكلام والأفعال. وما انكرش إن أنا اللي عودتها على كده، لأن أنا اللي كنت ببدأ وأشجعها. مر الوقت وأخيرا اتخرجنا واتقدمت لها، لكن هنا اللي اتفاجئت باللي ما كانش على البال ولا على الخاطر لما والدتها قالت لي: بس أنا يا ابني مش حابة أجوز بنتي في بيت عيلة، انت أكيد بتسمع المشاكل اللي بتحصل. ده أنا حتى ابني ذات نفسه خليته يتجوز بعيد عني، وقلت له حتى أنا لو كويسة مسير هيحصل بينا مشاكل طول ما احنا قصاد بعض، فلو انت شاريها بجد شوف لها شقة بعيد عن أهلك. رديت عليها وقلت لها: يا طنط، أنا شاري غصون فعلا وبحبها وعاوز أتجوزها، لكن المشكلة أنا ما عنديش سيولة زيادة دلوقتي أقدر أشتري شقة برا. انتي عارفة التمليك سعره كام حاليا، وأنا اللي معايا وحوشته السنين اللي فاتت يكفي إن أنا أفرش البيت بيه. وما تقلقيش من أهلي، ناس كويسين وكل واحد في حاله. أنا بتكلم عشان مصلحتكم يا ابني لقدام، وأنا ما قلتش إنهم وحشين، بس صدقني الموضوع مش بيمشي وحش ولا حلو. أنا بنتي ذات نفسها ما بقولش إنها ملاك، وإحنا مستعدين نصبر عليك، بس شوف لها شقة تانية. مشيت وأنا متضايق وحزين إني بعد الحب اللي ما بينا ده في الآخر مش هتجوز الإنسانة اللي قلبي اختارها زي ما كنت بحلم وبتمنى. وللأسف فعلا كانت طلباتها صعبة عليا ومش لاقيلها حل. لكن غصون فاجأتني واتصلت بيا بعد يومين وهي بتقولي بفرحة: ماما وافقت إننا نتجوز في بيت العيلة يا أكرم. رديت وسألتها بصدمة: غريبة يعني،
مع إنها كانت رافضة من يومين. إيه اللي خلاها ترجع في كلامها؟ أنا اللي فضلت أضغط عليها بالكلام وعملت إضراب عن الأكل وهي عارفة إن أنا زعلي وحش. وساعة وفاة أخويا التوأم جاتلي جلطة وخافت الأمر يتكرر تاني، فاضطرت إنها توافق غصب عنها. مش قلتلك سيب الموضوع ده عليا وأنا هخليها توافق؟ هو أنا برضو أقدر أبعد عنك بعد كل ده يا أكرم؟ رديت عليها بسعادة وقلت لها إن أنا هجيب أهلي خلاص بكرة ونتفق على كل حاجة، وكنت فاكر خلاص إن مفيش مشاكل تانية هتقابلنا بعد موضوع الشقة ما اتحل. لكن مامتها صممت على شبكة غالية كتعويض، يعني بما إني ما جبتلهاش شقة بره حاجة تضمن حقها. غير كمان صممت إني أشيل أكتر في طلبات البيت وإن هو ده شرع ربنا أصلا والصح، وأنا ما كانش معايا اللي يجيب كل ده طبعا لأن أنا لسه متخرج ويا دوبك بشتغل. لكن غصون اتدخلت كالعادة وحلت الموضوع وقالت لي الشبكة دي تخصني أنا لوحدي وأنا عاوزة خاتم وخلاص، إنما باقي الطلبات هساعدك فيها بس من وراها. وهنحاول ندخل جمعيات وهبيع السلسلة اللي بابا جابها لي زمان قبل ما يموت، بس ده هيفضل سر بينا يا أكرم. وقدامها فهمها إنك خلاص موافق على كل ده. ما كنتش مصدق إنها بتحبني للدرجة دي وكل مشكلة تحلها فعلا، وقدمت لي تنازلات كتير. عشان كده قلت لها بكل صدق وحب أنا بحبك بجد يا خسون، وصدقيني عمري ما هنسى تنازلاتك ومواقفك دي معايا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وغصون كانت بسيطة فعلا، وكل طلباتها في الحياة إنها تلاقي الحب معايا وما أثرش معاها في حاجة، وده فعلا اللي كنت بحاول أعمله. ردت عليا وقتها وقالت لي أنا كمان بحبك يا حبيبي، وكل اللي أنا طالباه منك وأهم عندي من الفلوس والذهب إنك ما تخزنيش في مرة ولا تبطل تحبني وتجرحني. لو حبيت تنسحب من حياتي انسحب بهدوء. ابتسمت وقتها وطمنتها إن أنا عمري ما هبطل أحبها ولا هسيبها أكيد. ومرت فترة الخطوبة وجه يوم كتب الكتاب. ساعتها استأذنت من والدتها إن إحنا نروح نحتفل برا براحتنا بعد ما اتجوزنا، وهي ما منعتش لأنها خلاص بقت مراتي. يوميها كان أحلى يوم ليا أنا وغصون، اتفسحنا كتير وعملنا كل اللي نفسنا فيه. في آخر اليوم كنا مش قادرين نسيب بعض، فاقترحت عليها نجيب العشا ونروح ناكل في بيت الزوجية بتاعتنا. في الأول اعترضت لحد يشوفنا، لكني طمنتها وقلت لها مفيش حد في البيت أصلا من ساعة ما قرايبي اللي في البلد جم عشان يباركولي، وهم صمموا ياخدوا معاها بابا وإخواتي. يعني حاليا العمارة كلها فاضية، عشان كده بقولك نروح نقعد أحسن في هدوء هناك. ما كانش في نيتي حاجة الحقيقة وحشة، لأني لما رحنا هناك للأسف ما قدرناش نتحكم في عواطفنا أكتر من كده، وحصل بينا حاجة واتجوزنا ما بقاش على الورق بس. روحتها وما تكلمناش في الموضوع نهائي، لكن شفت عليها علامات الحزن والقلق وحبيت أطمنها. قلت لها هو احنا قلقانين من ايه؟ احنا متجوزين، احنا ما عملناش حاجة غلط على فكرة، انتي مراتي لو مش واخدة بالك. غصوني ابتسمت لي بهدوء وطلعت على شقتها، والمفروض كان خلاص فرحنا بعد أسبوعين، عشان كده ما اهتمناش. لكن كالعادة الحياة مش بتمشي على مزاجنا، واتفاجئت بعد أسبوع بوالدي تعب جدا وفضل أسابيع في المستشفى وإحنا مش عارفين عنده إيه بالظبط. وطبعا أجلنا كل حاجة، وخصوصا أهلها كانوا متفهمين الوضع لحد ما المستشفى بلغتنا بوفاة بابا. كانت صدمة كبيرة قوي علينا كلنا، وكان لازم برضو الفرح يتأجل تاني. وغصون مراتي كانت جنبي لحظة بلحظة وعمرها ما بعدت عني. حتى في مرة اتفاجئت بموقفها لما قالت لي هو احنا مش متجوزين يا أكرم؟ خلاص أنا هجيب شنطتي وآجي أقعد معاك، أنا مش مستحملة أشوفك في الوضع ده يا حبيبي. ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ يا لا يا حبيبتي، انت اتنزلتي كتير ووالدتك كمان مش هترضى بالوضع ده، وبصراحة حقها. أنا هتكلم مع عمي اخواتي واستأذنهم إن احنا نعمل الفرح قريب، حتى لو حاجة على الضيق بس. دي فرحة العمر مش هتتكرر تاني، وانتي مالكيش ذنب. محدش اعترض فعلا من أهلي وعملنا الفرح، والأمور الحمد لله ما بينا في أول شهر جوازنا كانت جميلة جدا. وزي ما خصون عوضتني عن فراق والدتي لما قابلتها في بداية علاقتنا، عرفت تعوضني على فراق والدي بعد جوازنا.
لحد ما اتفاجئت في يوم وأنا راجع من الشغل إنها مغمى عليها. اترعبت عليها جدا وخدتها للدكتور اللي هو يكون بنفس الوقت ابن عمها، توفيق. وهنا بلغني بكل أسف وهو معتقد إنها خانتني، إنها حامل في الشهر التالت وإحنا متجوزين بقالنا شهر. غصون فاقت وكانت على وشها علامات القلق لما عرفت اللي فيها وسألتني بخوف: أنا من بدري شاكة إن أنا فعلا مش على بعضي من قبل حتى ما نتجوز، لكني ما توقعتش إن أنا أكون حامل. دي مصيبة، هنعمل إيه دلوقتي يا أكرم؟ مصيبة ليه؟ انتي مالك مكبرة الموضوع كده ليه؟ وانتي ناسية ان احنا اتجوزنا ومحدش ليه عندنا حاجة دلوقتي؟ وانت كمان ناسي ان انا حامل في الشهر التالت واحنا متجوزين بقالنا شهر. اكيد الناس هتسأل، وكمان ملقتش الا المستشفى دي وتجيبني فيها، وانت عارف ان ابن عمي بيشتغل فيها. الناس هتقول ايه دلوقتي لما اولد قبل 9 شهور؟ ما هو أنا كمان ما كنتش أعرف إنك حامل، وبعدين أنا كنت عاوز أي حد ألجأ له عشان يطمني عليك. وما تقلقيش، هو وعدني إنه مش هيقول حاجة لحد، وإذا كان على الناس وأهلك يبقى عادي قولي لهم إن حصلك ظروف في الحمل واضطريتي تولدي في الشهر السابع. هو حد يعني هيراجع ورانا؟ لقيت غصون وشها تحول، قالت لي بغضب: هو أنت حكيت لتوفيق ابن عمي كل حاجة؟ يا نهار أسود، وما لقيتش إلا ده؟ أكيد دلوقتي هيروح يقول له ماما أو أهله. ليه يا أكرم تعمل كده؟ عشان كان مفكرك بتخونيني، واللي في بطنك ده مش ابني. ما كانش قدام حل غير إني أقوله الحقيقة، إن إحنا حصل بينا حاجة يمكن بالكتاب، يعني كنا متجوزين وقتها. غصون ممكن تهدي وبلاش عصبية، الموضوع بسيط وإن شاء الله يتحل. وبعدين هو كان لازم يعرف عشان تتابعي معاه من غير ما يخرج سرنا بره. ما هي أكيد والدتك هتيجي معاكي أيام الحمل عشان تطمن عليكي، أكيد. وممكن لو دكتور تاني كانت سألته انت في الشهر الكام وعرفت اللي فيها. حاولت أهديها بكل الطرق لحد ما استسلمت للأمر الواقع، لما لقيت إن أنا معايا حق والأمور فعلا بدأت تمشي زي ما إحنا مرتبينها، من غير ما حد يعرف هي حامل في الشهر الكام بالظبط. وفي يوم كانت كل العيلة متجمعة عند بيت حماتي، ورحت وقتها أقعد مع الرجالة والستات كانت جوه بتجهز الغدا. وسمعت توفيق بيقول لهم: أما في شغلتنا دي بنشوف العجب فيها يا جماعة. تخيلوا، واحدة جت لنا قبل كده وهي حامل وكان معاها جوزها وحماتها، وطلبت مني أفهمهم إنها في الشهر السابع وهي في الشهر التاسع خلاص وساعة الولادة كمان. أكدت لهم المعلومة دي. سألوا واحد من العيلة وقال له: أيوة، يعني تعمل كده ليه؟ يعني خايفة من حسد من حماتها ولا إيه؟ توفيق رد عليه وقال له: يا ريت يا سيدي، بس الهانم طلعت بتخون جوزها ومفهماه هو وباقي العيلة إنها في الشهر السابع عادي جدا. لا، ومن جبروتها عرفت بعد كده إنها اتجوزت جوزها ده حاليا وهي حامل من واحد تاني. والمغفل لو واخد باله حاولت طبعا ترشيني بالفلوس لكني رفضت. كنت بسمعه وأنا ساكت، لكن فجأة سألت بفضول: وعملت إيه يا توفيق؟ عرفت جوزها؟ لا يا سيدي، إن الله حليم ستار، يفهم اللي هو لوحده بقى، وبعدين مش غلطته يتحملها، أنا مالي. يعني إيه أنت مالك يا توفيق؟ مش أنت برضو دكتور؟ المفروض تعرف الراجل حاجة زي كده بدل ما يفضل مخدوع فيها. ما هي المشكلة إن هو واثق فيها، هتبقى غلطته إزاي؟ دي غلطة الست اللي وثق فيها وخانته. لقيته فجأة بصيلي بنظرات غريبة وقال لي: أنا مهمتي أكشف على المرضى وبس يا أقرب، ومهما بعرف عنهم بلاوي ومصايب ما ينفعش أتكلم. هي دي مهنتي، الحفاظ على سرية المريض. أما بقى جوزها هو اللي يتحمل مسؤوليته، إنه مش بيدور وراها وواثق فيها الثقة العمياء دي. ما هو أكيد في مواقف حصلت قدامه، بس هو اللي غبي ومش فاهم. ما فهمتش كلامه وهو بيلمح لحاجة تخصني ولا بيتكلم في العموم، لكن لقيت نفسي بفكر بتلقائية في مراتي وموضوع حملها اللي اكتشفناه بعد إعلان جوازنا بشهر، وطلعت حامل في 3 شهور. وفضلت طول القعدة ساكت حتى بعد ما القعدة خلصت، حتى بعد ما روحت مع مراتي وهي لحظت وسألتني: مالك يا حبيبي، سرحان في ايه؟ ها؟ ها؟ لا ولا حاجة. بقولك صحيح، هو انت ازاي تكوني حامل في 3 شهور وما تاخديش بالك خالص، مع ان يعني الستات في المواضيع دي بالذات بتبقى فاهمة اللي فيها بطرق كتيرة من غير ما تروح لدكتور؟ وصون استغربت سؤالي شوية وردت وقالت لي: ما انا قلتلك ان انا فعلا كنت حاسة بتعب بس ما فكرتش اكشف.
وبعدين أنا كنت مشغولة معاك وقت ما والدك كان تعبان. أنت ناسي إن أنا كنت باجيلك أطمن على والدك وأعمل لكم أي حاجة محتاجينها؟ لقيت نفسي بدل ما أشكرها على وقفتها معانا بسألها بشك وأقول لها غريبة فعلا إنك تفضلي رايحة جاية علينا ومفيش بينا لسه إشهار رسمي. حتى أمك في الأول كانت ممانعة ودلوقتي بقيت هي بنفسها اللي تقولك عادي روحي ومش قلقانة ولا خايفة عليكي زي زمان. ما احنا وقتها كان مكتوب كتابنا، فتخاف من إيه وتقلق وأنا رايحة لجوزي في ظروف صعبة؟ زمان كانت بترفض عشان دي كانت فسح وخروجات مش مهمة، لكن صعب عليها اللي تعب وانت واخواتك مشغولين عنه، عشان كده بعد ما استأذنتها ما اعترضتش. وبعدين هي دي كلمة شكرا اللي المفروض تقولها ليا؟ ده أنا كنت باجي أعمل لكم الأكل وأنضف لكم الشقة وأغسل لكم الهدوم وأي حاجة محتاجينها، رغم إن عندك إخوات بنات لكنهم كانوا مشغولين في حياتهم. هو أنت هتذليني بقى ولا إيه؟ على العموم محدش كان طلب منك تعملي حاجة، انت اللي كنتي حابة أوي المروح عندنا. جايز تكوني كنت مستنية حاجة. نعم، مستنية ايه؟ لا مش فاهمة، وضح كلامك. سكت شوية، حاولت أمنع نفسي بصعوبة وما أقولش اللي شاكك فيه، لكنها صممت تعرف فلقيت نفسي بقولها بعصبية إنك مثلا تكوني كنت حامل من واحد تاني فكنت عاوزة يحصل بينا حاجة تاني عشان ما تخلينيش أشك إن اللي في بطنك ده مش ابني لما نتجوز. ما هو والدي كان طول الوقت الأدوية منيماه وأخواتي مش موجودين وإنت كنت بتقربيلي وقتها كتير. لقيت عيونها وسعت بذهول وكأنها حاسة إنها ما سمعتش صح، لكن بعد كده ردت عليا أنت اتجننت؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا كنت باجي عشان شايفاك في وضع صعب ومحتاجني من قبل ما تطلبها مني، ولما كنت بقرب منك عشان أواسيك مش عشان الأفكار القذرة اللي في دماغك دي. وبعدين هو أنت شاكك بجد اللي في بطني مش ابنك؟ مردتش عليها وفضل الخصام ده بينا لحد تاني يوم، وأنا عمال أفكر في كلام توفيق ابن عمها الشيطاني. فضل يصور لي إن ممكن يكون لاحظ حاجة عليها ومش عاوز يجيبها لي بطريقة مباشرة، وقلت لما أشوفه تاني هسأله كان يقصدني بكلام ولا حد تاني. لكن غصون لما لقيت الخصام ما بيننا طول، حاولت تعاتبني بهدوء إنها كانت جنبي عشان بتحبني بجد وأكيد عمرها ما تفكر تخني. وللأسف ضعفت وما قدرتش أطول فترة الشك، سامحتها وقررت حتى ما فتحش توفيق في الموضوع. لكن في مرة غصون كانت بتكشف عنده، كان قاعد على مكتب بيقرأ التحاليل بتاعتها وقال لنا محتاجة تتغذي أكتر من كده يا غصون، هكتبلك على فيتامينات والتحاليل الباقية كويسة الحمد لله، بس في حاجة كده عاوز أعرفك بيها عشان ما تتصدموش بعد الخلفة. غصون سألته بسرعة وهي حاسة بالخوف في إيه يا توفيق؟ اتكلم على طول، ابني بخير؟ اطمني مفيش حاجة، بس دلوقتي في تحاليل جديدة نزلت إن من قبلها يبقى عندك خلفية الطفل ده يبقى عنده السكر ولا لأ، والأكيد لما بيكون عنده يبقى واخده من والده طبعا. ومن ضمن التحاليل اللي طلبتها منك كانت منها التحليل ده، واللي قدامي شايفه إنه تقريبا فعلا الطفل ده هيجيله السكر لما يتولد. لقيت نفسي ببصله بصدمة وقلتله بس أنا ما عنديش سكر. يبقى أخده من مين المرض ده؟ بجد صح، ما أنا بقول احتمال لو طلع مش عنده يبقى فعلا مش هياخده غير منك، إلا لو لا قدر الله خده من أي ضغوطات في الحياة حصلت له. على العموم دي كلها احتمالات فبلاش نسبق الأحداث. مشينا من عند الدكتور وأنا عمال أفكر في كلامه اللي مش قادر أطلعه من دماغي، بالذات إن توفيق لما عرف إن أنا مش عنده مرض السكر اتوتر ونفى كلامه بعد ما كان مأكد لنا إن الطفل هيتولد وهو واخد المرض ده من أبوه. وبما إني معنديش يبقى معنى كده إنه مش ابني. ورجعت تاني لدوامة الشك دي وحاولتش أواجهها لأني كنت متأكد إنها تنكر لو في حاجة، بس كنت حاسس بالغضب الشديد لو فعلا اللي في بطنها ده مش ابني وهي بتلبسها لي كل ده، بالذات لما افتكرت أحوالنا زمان هي كانت سهلة جدا معايا واحنا اتجوزنا حدودنا أصلا من قبل حتى كتب الكتاب. دخلت عليها في مرة وأنا راجع من الشغل لقيتها قفلت التليفون بسرعة فقربت منها بعصبها وقلت لها هو أنت كنت بتكلمي مين؟ وأول ما لقيتيني دخلت قفلت التليفون على طول. هات التليفون وريني. بصيت في الدشة قالت لي أنا ما قفلتش التليفون عشان أنت دخلت، أنا قفلت التليفون عشان خلصت المكالمة وكنت بطمن على ماما عادي في إيه؟ ما اهتمتش بكلامها وشديت التليفون منها واتبسطت أكتر عليها وقلت لها هو أنت من إمتى وأنت حاطة رقم سري للتليفون؟
وطول عمرك رمياه كده عادي؟ بقى عندك أسرار دلوقتي بعد ما اتجوزنا، ولا عشان بدأت أشك فيك وقريب هكشفك؟ هو إيه الحكاية؟ اتجننت تكشفني قريب؟ في إيه؟ هو أنت الأفكار دي رجعت لك تاني؟ صممت أعرف الرقم السري اللي قالتهولي بعد مدة طويلة، وده خلاني أشك فيها أكتر. فلما فتحت التليفون لقيت فعلا كان بيتكلم والدتها، لكن لاحظت إن كان في رقم أمنية رن عليها، والمكالمة كانت مدتها دقيقة بس. فاتصلت عليه واستنيت هو اللي يتكلم. أول ما سمعت صوته يقول أديك اتصلت بنفسك بيني، بعد ما قفلت التليفون في وشي. مش ناوية بقى نتعرف على بعض وتقوليلي اسمك ايه؟ والكلام كان واضح إن ده رقم بيعاكس وقفل. لكن برضه ده مبحاش الشك جوايا، بالعكس زي مسكتها من دراعها جامد وقلت لها بكل عصبية وغضب: طب وده اللي بتخونيني جوايا زبالة واطية؟ أنا كان عندي حق من البداية لما شكيت فيكي أعترف بدل ما أوصل له وأقتله وأقتلك معاه. هو ده بقى أبو اللي في بطنك ولا بدستهولي؟ ابعد عني. هو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت ليه حاطط في دماغك ان انا بخونك واللي في بطني ده مش ابنك؟ ايه، لحقت تنسى ان حصل ما بيننا حاجة يوم كتب الكتاب؟ رديت عليها بسخرية واستهزاء، واللي يلهاني ونسيت برضه انها كانت سهمة والفيس معايا قبل ما نتجوز برضه. انت كنت بتسمحيلي اعمل اكتر من المسموح، ولو ان انا بتقي ربنا فيكي وعندي بنات كنت ضغطت اكتر من كده. واحنا مش متجوزين كنت هتوافقي بمنتهى السهولة، وكلمات طريقة القمصان تشهد على كده. بقى كمان وعاوزاني ما اشكش فيكي؟ شرب السجن القصري وعيوني نزول فيه الكذلان وضع صعب أي التصل. كلها كانت هيبني عشان مسكت فيه. ليه أنا ما عملتش كده غير معاك؟ والحمد لله حاليا زي كمان حامل منك. مفرقش معايا كل وجعها ده، وقلت بقسوة أكبر: وأنا إيش ضمني إن أنا ما كنتش أول راجل في حياتك؟ وقبل ما أتعرف عليكي كان في قبلي، وحتى بعد كتب كتابنا لما انشغلت في مرض أبويا ممكن يكون في حد تاني في حياتك ظهر، هو يبقى أبو اللي في بطنك. ما هي اللي ترخص نفسها مرة يبقى هترخص نفسها عادي مرة تانية وتالتة. أتاريكي كنت عمالة تقدمي تنازلات وعايزة تسرعي أمور الجواز بدري عشان بطنك ما تكبرش، وأنا اللي مكنتش فاهم. أنا مش قادرة أصدقك بجد. وبعدين لما أنت شايفني رخيصة كده كنت اتجوزتني ليه؟ حرام عليك، ده أنا عملت كل ده عشان بحبك بجد. تبقى دي آخرتي تشك فيا؟ أنت عاوز إيه دلوقتي عشان ترحمني من وجع القلب ده؟ لو عايزة تثبتيلي إنك فعلا مش خاينة واللي في بطنك ده يبقى ابني، يبقى اعملي حسابك بعد ولادته هنعمل تحاليل وأعرف هو ابني ولا لأ. وغصون اتصدمت من كلامي أكتر واتعصبت وحاولت تمنعني من التفكير ده، لكني قلت لها إن طول ما هي بترفض يبقى مخبية حاجة فعلا. وقتها بصيت لي بخيبة أمل وسابتني ومشيت، وأنا كالعادة كبرت دماغي منها وما صالحتهاش، وانتظرت إن هي اللي هتيجي وتصالحني زي كل مرة، لكنها كانت متجاهلاني تماما. فقلت لنفسي أكيد بتعمل كده عشان أتراجع عن كلامي. وعدت الشهور الباقية من حملها وإحنا فعلا عايشين في بيت واحد، لكن زي الأغراب عن بعض، لحد ما جه يوم الولادة. وصممت برضو على رأيي إن أنا هعمل التحاليل دي، حتى رفضت أشيل الولد ولا أكتبه على اسمي إلا لما أتأكد. نظراتها ليا وأنا بعمل كل خطوة كانت وجعاني فعلا، لكن قلت لازم أقطع الشك باليقين، وبعدها خلاص هقفل على الموضوع ده نهائي ومش هفتحه تاني. التحاليل خدت فترة عقبال ما طلعت، وفجأة كانت الطفل فعلا ابني. ومنكرش إن أنا حسيت بالذنب والندم، لأني كنت معيشها الشهور اللي فاتت في شك ونكد طول الوقت. عشان كده حبيت أصلح الموقف وجبت لها ورد وأنا راجع من برا، لكني اتفاجئت بيها مش موجودة في البيت أصلا. اتعصبت ورجعت شكيت فيها من تاني، وما كنتش فاهم أنا ليه مش قادر أسيطر على نفسي من الناحية دي، رغم إن خلاص التحاليل أثبتت العكس. فجريت على بيتها وأنا في قمة غضبي وعمال أزعق وأتخانق معاها، وهي ردت عليا كلمة واحدة بمنتهى الهدوء: طلقني. فكرتها بتدلع وعاوزة تعمل لنفسها كرامة، قلت لها خلاص إن مفيش حاجة هتحصل تاني وإن بعد التحليل هقفل على الموضوع ده، لكنها ردت بإصرار أكبر: أنت كذاب، هترجع لمرض الشك اللي في دماغك ده من تاني. بقى مرت أول ما سبتك وجيت هنا جاي عمال تزعق وتهني وتتهمني من تاني. مش عارفة أثبت لك إيه تاني والتحاليل معاك.
لكن هي غلطتي من الأول لإني وثقت في واحد زيك وغضبت ربنا. فسيبني بقى أربي ابني في بيئة صالحة بعيد عن أب مريض بمرض الشك اللي هيفضل معيشني فيه سنين عشان مش هيقدر ينسى اللي حصل زمان، وعن أم رخصت نفسها وغضبت ربنا. كلامها كان صدمة بالنسبة ليا لأنها زي ما غلطتني مغلطة نفسها، لكن عنادها خلاني في لحظة غضب أرمي اليمين عليها وإن مفيش حد هيمسكني من إيدي اللي بتوجعني. اعتقدت بالطريقة دي بربيها، لكن عدت شهور وهي بتسمح لي أشوف ابني لكن مش في وجودها. في الفترة دي كنت هتجنن فعلا وحسيت بالندم والغضب مني قبل منها، وبدأت أفتكر حبنا بتاع زمان وإن إحنا إيه اللي وصلنا لكده. وعرفت أخيرا إن أنا جرحتها وأهنت كرامتها وطعنتها بشرفها، فكانت أقل حاجة تعملها فعلا إنها تبعد عني. وإن زي ما كانت هي سهلة ورخيصة أنا كمان كنت ندل ومحافظتش عليها حتى بعد ما بقيت مراتي، وكنت عارف إنها مش هتسامحني بسهولة. عشان كده فكرت أروح المستشفى لتوفيق عشان يصالحنا على بعض. لكن هناك لما وصلت اتصدمت لما لقيته بيكلم واحد صاحبه يقوله زي ما بقولك كده المغفل طلقها خلاص، وصدق فعلا إن في تحاليل ممكن تتعمل للجنين وهو في بطن أمه نعرف ورث المرض ده من أبوه ولا من غيره. أنا طول عمري بحب غصون وطلبتها للجواز لكنها رفضتني عشان الكلب ده، ولما حكالي على كل التفاصيل حسيت إنها فرصة وجاتلي ولازم استغلها وأوقع بينهم. وبصراحة أكرم كان متعاون معايا جدا، وخلاص هروح أتقدم لها بعد انتهاء شهور العدة وهعمل اللي كان المفروض يعمله جوزها عشان تثق فيا وتصدقني. حسيت هنا بالجنون والغضب وفهمت ليه توفيق كان بيعتمد كل مناسبة يقول قدامي الكلام ده عشان يشككني فيها. دخلت اتخانقت معاه وضربته والناس بعدونا عن بعض بالعافية والكلام وصل لغصون، لكنها برضو ولا فرق معاها أي حاجة، وصممت برضو إن أنا اللي سمحت للشيطان ده يدخل ما بيننا وأنا اللي غلطان. لكن فرحت لما عرفت إنها رفضت توفيق تاني، فاستنيت تهدى شوية وأروح أصالحها. لكن هناك اتفاجئت بيها وهي نازلة من العمارة بتاعتها قد إيه اتغيرت كتير، وبقت لابسة حجاب شرعي وهدوم واسعة وطويلة ووشها باين عليه التقوى. وفهمت إنها استغلت الوقت ده وقربت من ربنا، وده فرحني أكتر لإنها نقطة لصالح علاقتنا لما نرجع. لكن كل الأحلام دي اتبخرت أول ما شفت معاها واحد. طبعا الشكوك رجعت لي من تاني رغم إن أنا شايف والدتها معاها، وحاولت أمسك أعصابي بالعافية وقربت منهم وسألتها مين اللي انت نازلة معاه ده وكمان واخدة ابني معاكي. ردت وصل بمنتهى الهدوء عليا رغم إن انت مالكش حاجة عندي مش مضطر أبرر لك، لكن ده خطيبي ورايحين دلوقتي أنا وماما عشان نشتري عفش الشقة. غضبت في اللحظة دي وقلت بمنتهى الأنانية والوقاحة طب يا ترى بقى البيع عارف إن إحنا حصل بينا علاقة قبل كده وإحنا مكتوب كتابنا ما هو ما ينفعش ياخدك على عماه. لقيت الشخص ده بيبصلي بقرف وشفت نظرة في عيون طليقتي عمري ما هنساها، كانت مليانة وجع واشمئزاز مني، وقال لي مهما يكون خلافاتك مع طليقتك فما تنساش إن بينكم طفل، واللي انت بتعايرها بيه دلوقتي ده ممكن أنا في لحظة غضب أعايرها بيه. أنا ماليش دعوة بحياتها قبل كده، أنا ليا من ساعة ما بقت على اسمي وبس. ويا ريت تتقي الله في طليقتك حتى وهي مش على ذمتك. كلام مخلاني مش قادر أرد أكتر، وقد إيه حسيت بالقرف من نفسي. فمشي وسابوني بعد كده وأنا واقف لوحدي. وهنا أخيرا حسيت بالندم، واللي وجعني أكتر نظرة وصول لخطيبها قد إيه كانت فخورة بيه ومبسوطة وحاسة بالراحة. يا بقالي كتير ما شفتش النظرة دي في عيونها وأنا معاها. قد إيه كنت معذبها في حياتها بسبب أفكاري اللي اكتشفت أصلا إنها ملهاش أي أساس. أنا عذبتها كتير وكان لازم أنسحب وكفاية لحد هنا وأسيب غيري يعوضها عن اللي أنا معرفتش أعوضها بيه. وأنا لو كنت بحاسب نفسي عن أخطائي زي ما كنت بحاسبها على أخطائها ما كناش وصلنا النقطة دي من البداية.